انا الموضوع طبعا مش ماتش كوره يا جماعه. موضوع كبير قوي على فكره، متخطط له بقاله فتره طويله، واحنا ده اللي احنا شفناه، يعني احنا شفناه بعينينا الكلام ده. ماتش كوره يعني، ما احنا طول عمرنا بنشوف كوره، وبعدين ليه الدوري من اصله؟ ماتش كوره معروف ان هيتعمل فيه الكلام ده، ومعروف كويس قوي ان القوات المسلحه دلوقتي بتامن المرحله الاولى بتاعت مجلس الشورى في المرحله الاولى، وعارفين كويس قوي ان البلد مش متامنه. طيب ليه نعمل كده؟ ليه يبقى في ماتش كوره من اصله بالقوه دي؟ انا بطالب دلوقتي يا جماعه ان احنا نشوف خيوط اطراف الخيوط اللي هتوصلنا للناس اللي دفعت فلوس للبلطجيه والناس اللي عملت الموضوع ده كله. الموضوع ده يا جماعه مش هيتدفن زي محمد محمود، مش هيتدفن زي مجلس وزراء. احنا لازم ندور دلوقتي على نتيجه خلاص، لازم ندي مهله ما يقلش، يعني ما يزيدش عن 10 ايام، ولازم ناخد نتيجه للتحقيقات. شكرا يا تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق العجيري، كنت حاضر الماتش، كنت قاعد في الغربي. انا بحمل الشرطه مسؤوليه اللي حصل في بورسعيد. الباب الغربي اتفتح بين الشوطين، واحنا قلنا للعساكر اقفلوه، وقلنا للجمهور اطلع، فالعساكر لا قفلت ولا الجمهور طلع. تأمين الماتش اصلا كان موفره للارترس المصراوي. ازاي ماتش زي الاهلي والمصري يبقى ارترس هو الحمايه؟ فين الشرطه؟ فين الشرطه؟ اتنين، احنا نعرف ان في بعد نهايه الماتش بيبقى في واقف شرطه كده قبلها ب5 دقايق، دول مش موجودين. بعد ما فيش 5 دقايق ما فيش شرطه خالص. انا حاسس ان في العمليه دي مدبره لشعب بورسعيد يا جماعه، ولا مصر كلها؟ لا، تدبير لبورسعيد اولا وبعد كده مصر كلها. يعني هم الحكومه يتقابل او الشرطه يتقابل الناس بالرصاص، يا اما يسيبوهم. اي ماتش لو قام بين اي جمهورين وفي عسيات بينهم من غير شرطه، نحمد ربنا اللي هم 70 بس اللي ماتوا. نحمد ربنا 70 بس اللي ماتوا، لان ما فيش اي جمهورين او اي فرقتين بيلعبوا وفي بينهم عسيات. يعني انت شايف ان هم استعملوا الشعب عشان يضربوا بيه الشعب؟ كان كمين هم امنوا بره وسابوا النادي جوه ما كانش في حد خالص، ما كانش في شرطه خالص. واللي رفع اليافطه جوه ما كانش في شرطه خالص. واللي رفع اليافطه بتاعت شتيمه بورسعيد مش انا عايز اكلمك كلمه. احنا دلوقتي ماشيين بمظاهره من عند نيابه بورسعيد، طلع علينا ولد من مصر مسك في واحد بورسعيدي بيقول له انتوا بعد ما قتلتونا وجبتوا مننا الدم بتعملوا مظاهرات بناء عن ايه؟ قمت انا رحت قلت له تعالى، حكيت له على الموضوع اللي انا حكيته لك، اللي انا مشيت وسمعت الضابط وهو بيقول للعساكر اهربوا قبل ما الجماهير وقبل اللاعيبه ما يطلعوا، وانا قلت له ليه؟ قال لي هيحصل، هم هيتقتلوا جوه والكلام دوت. رد عليا بتاع مصر وقال لي انت ما مسكتيش الضابط ليه؟ قلت له انا ما خليتلوش من اوسخ الكلام. قال لي ما مسكتوش، انا لما امسك الوقت ضابط هوديه فين؟ وهو اللي يمسكني، انا مش هقدر عليه لان مفيش حمايه ومفيش حد. يعني ما حدش عمل كده الا بتوع الداخليه. احنا ومصر واحد، احنا اخوات، احنا كلنا مصريين. ما حدش عمل كده فينا الا الحكومه وحزبنا الله ونعم الوكيل فيهم. بس هو المسؤول بشؤون البلد. اول حاجه التذاكر معانا، تمام؟ ما حدش قال لنا فين التذكره، البوابات مفتوحه من اول الماتش، ما حدش قال لي فين الولاعه، تمام؟ من امتى بخش ماتش الاهلي بولاعه، تمام؟ من امتى ما بتفتش، تمام؟ كل حاجه متدبره، واحد داخل بسلاح وسنج. انا قاعد في البحر الشرقي وبقولها اهو، وواحد قاعد جنبي بطبنجه، تمام؟ والراجل رقم معايا، تمام؟ بطبنجه، تمام؟ نزلوا الملعب، الجماهير لما نزلت من الغربي، تمام؟ الناس دي مش جماهير المصري، دي ناس مدسوسه وسطنا، هي اللي نطت وهي اللي نزلت. ولما يبقى شاب عنده 19 سنه وشايف الحماس بتاع واحد بيجري بورسعيد هيقول لك ما عندوش عقل. لا، انا رايح معاه اشوف بقى بالشكل بيعمل عيال صغيره، قام رايح عليه وقام ضارب وقام قاتل، تمام؟ احنا شايفين العيال بتاعت الاهلي بتنط من فوق من الخوف، تمام؟ وفي ناس شالت العيال مربعه ورميتها من فوق والكلام ده حصل، تمام؟ ما يجيش بقى ويقول لك بقى ان الجماهير اللي استفزتنا، اليافطه اللي اترفعت البلد ما فيهاش رجاله، تمام؟ دي ناس مدسوسه وسط الاهلي، احنا ما قلناش جماهير الاهلي، تمام؟ ناس مدسوسه وسطها زي اللي كان مدسوس هناك، تمام؟ الشماريخ والصواريخ اللي كانت هناك. في ناس لابسه اخضر في جمهور الاهلي ليه؟ كميه صواريخ غريبه. جمهور الاهلي جمهور الاهلي كان في بورسعيديه من الاول، الصناديق اللي هي كانت بتتباع ما جمهور الاهلي. انت من انت انا دلوقتي انا لو داخل بمطوى الماتش انا ابقى رايح خايف، لو انا اتمسكت اخد فيها سنه، تمام؟ الاقي اللي رايح عارف هو رايح ايه وهيخش ازاي، تمام؟ مش خايف من اي حاجه. تعالى حضرتك، ده اللي حصل ده نحمل الجيش والشرطه المسؤوليه. شعب بورسعيد ما عملش كده، ويكون كلهم اخواتنا، سواء جمهور الاهلي سواء مصر سواء اسكندريه. الحمد لله كلنا اخوات وبنحب بعض، احنا كلنا راجل واحد. انما اللي حصل من الشرطه امبارح ما يشرفش، واللي حصل من الجيش ما يشرفش. احنا بنحملهم هم المسؤوليه. الناس ديت دمهم في رقبتهم هم، احنا ناس عمرنا ما عملنا كده.
بتاريخ الكوره من ايام محمود. ده احنا بنقدم مبادره، جميله. احنا بندعي لمحمود تشوف الخطيب اليوفط اللي ربنا كانت يرجعه متعلقه قبل بالسلامه، الماتش ويوفط وحمام والناس، واحنا كاسبين كمان يعني. احنا مش هنعمل كده، احنا كاسبين 3. وكان في على مدار التاريخ ازمات بين المصري والاهلي اكبر من كده بكتير، بس ما حصلش فيها حاجه زي كده. ايام كان فيها ازمات في الكوره. في صناديق صواريخ حضرتك، صناديق صواريخ بتتباع هناك مع بتاع الاكل، هو اللي بيبيعها، والناس ما اعرفش اشكالها ايه. وشرطه شايفه احمد فتحي بيتضرب شايفين الجمهور بيتضرب. كان زمان اللي بيضرب صاروخ الحكومه بتطلع تجيبه من قلب المدرج وتنزله. دلوقتي سايبينه معاك كميه صواريخ عمال يضرب في اللعيبه. واحد احنا نقول ده اللي موته، ان احنا ما نعرفش مين اللي موت. طفى النور، ستيفن نور.